يعرف الريع بصورة عامة باعتباره حصولا على مداخيل بدون جهد أو استثمار نتيجة التمتع بامتياز ما، وقد يتمثل هذا الامتياز في تراخيص مخصوصة بالذات أو أذونات معينة. انطلاقا من هذا التعريف العام، فإن القول بالريع يقتضي وجود ثلاثة أطراف: مالك الريع ومادة الريع والمستفيد من الريع. في المغرب يتمثل الطرف الأول أي محتكر الريع في الدولة، ذلك أنه وفي نطاق الاستقلالات الوطنية التي حظيت بها الدول التي خضعت للاستعمار، كما هو الحال بالنسبة للمغرب، وبنتيجة انعدام مقومات النهوض ببناء اقتصاد وطني وانعدام البنيات التحتية اللازمة لهذا النهوض، وجدت الدولة نفسها في وضعية المحتكر لكل مقدرات الاقتصاد الوطني، فأصبحت والحالة هذه المالكة الوحيدة للريع والمتحكمة في شرايينه. وبخصوص الطرف المستفيد من الريع، فإنه يتجسد في الغالب إما في شخص مادي أو معنوي مقرب من السلطة العليا في البلاد، أو استطاع النجاح في التقرب من مراكز احتكار الريع للتوصل إلى امتياز يدر عليه دخلا بدون أن يبذل أي مجهود أو يقوم بأي استثمار. فالريع إذن مقوم ومرتكز أساسي من مرتكزات الفساد الاقتصادي، فهو يقتل حرية المبادرة والخلق والإبداع، ويولد تقليد التواكل وعادات الكسل المقيتة، ويقضي على التنافسية. هذا ويتخذ الريع عدة أشكال تتنوع حسب تنوع القطاعات الاقتصادية، وبحسب تدخل الدولة في الاقتصاد أو احتكارها للمرافق الاقتصادية والاستراتيجية. في المغرب تتخذ الريوع عدة أشكال، من جملتها رخص النقل، رخص استخراج الرمال والحجر من المقالع، رخص الصيد في أعالي البحار، ورخص المتاجرة في الخمور. كما يمكننا أن نصنف في عداد الريع أشكالا جديدة منه مقدمة تحت ستائر الدعم الذي تتدخل عن طريقه الدولة في ضبط بعض المجالات التي بدت مستعصية عن الضبط، من مثل الدعوم المالية التي تتمتع بها الأحزاب والنقابات والصحف في المغرب. ومجموع مستويات الريع هذه واستمراريتها وهلامية الشعارات والاستراتيجيات المرسومة حتى الآن في محاربتها تؤكد بشكل لا مجال للشك فيه تلك الوشائج العتيدة والمتينة القائمة بين الفساد السائد والريع من جهة، ومن جهة أخرى الروابط القائمة بين الريع وتأصيل ديمومة الاستبداد. المرحوم الأستاذ عبد اللطيف حسني. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.